حبيبتي حبيبتي. ابعد عنك. في ايه؟ بقالي 10 سنين غايبه عني، قلت لي ابعد عني. طيب 10 سنين ما في ايه يا 10 حبيبتي؟ أيام يعني. في ايه؟ وحشاني. ايه ده؟ انت حامل؟ حامل. حامل ازاي؟ ده انا بقالي 10 سنين في الغربه. انت خنتيني؟ حامل من مين يا بت؟ حامل من مين؟ حامل من مين؟ رد عليا. ده انا متمرمط. ده انا رحت عمال اشيل طوب وزلط على دماغي عشان اعيشك في بيت زي ده. عاوز نعمل ايه وانت واحد غايب عني بقالك كل ده؟ حرام عليك. غايب ليه؟ يعني انا اقول ايه؟ غايب ليه؟ وغايب عشان مين؟ مش عشانك. هو انا لما اتغربت ليه؟ مش انت اللي قلت لي احنا مش هينفع نعيش في الاوضه دي عند امك؟ انا عايز ابيت لوحدي، انا عايز اعيش ان انا عايشه زي الناس، البس براحتي، اقلع براحتي، ما حدش يقول لي انت ايه وامك يا قاعده. عم طب خليها سنه 2 مش 10. برضه انا عايز اعرف انت حامل ازاي؟ مالكش دعوه. ما ايه؟ يعني ايه ماليش دعوه؟ يعني ايه ماليش دعوه؟ انت حامل من مين؟ انطقي. ايه حامل من مين دي؟ بطل القلب شويه. امال ايه؟ مراتك مراتك ما ايه مراتك؟ مالكش دعوه برضه. اصلا انا نسيت اقول لك يا علي ايه بقى؟ ان انا خلعتك من زمان قوي. انت بتقولي ايه؟ يعني انت دلوقتي اصلا مالكش حق انك تقف قدامي وحتى انك تمد ايدك عليا. خلعتيني انا؟ اه. انت بتقولي ايه؟ انت كلامك ده اللي بتقوليه حقيقي؟ حقيقي. يعني ده مش ابني؟ اللي في بطنها ده يبقى ابن انا يا علي، والست دي تبقى مراتي. ابو جبل؟ ابو جبل اللي عمره ما ساب حقه. يعني. فاكر يا علي؟ الدنيا دوارة يا علي، والدنيا لو لفيت ودرت بتلاقي الدنيا قد علبة السلمون. فاكر يا علي اما خربت بيتي وخدت مراتي مني؟ انا كمان خدت مراتك منك. يعني ايه يا ابو جبل؟ يعني انت ضحكت على مراتي وخلتها خلعتني عشان تتجوزها؟ طبعا الدنيا دوارة يا علي، ويوم ليك ويوم عليك. وانت تسيبيني عشان الراجل الشايب ده؟ دقيقة اما اصفي حسابي معاه وبعد كده نصفي حساباتنا مع بعض. سايبه الشاب وراح على الراجل الكبير. انت مالك وماله؟ على الاقل احسن منك وسندني وقف في ظهري. سمعت يا هطل؟ اسمع يا ابو جبل، انا مراتي مش هسيبها ايدك لك. جنبك. عارف يعني مش هسيبها عشان لك؟ انت ببيتي مش عايز امد ايدي عليك. لا ده بيت انا، البيت ده انا خدته من مراتك، فاكر؟ اها من مراتي. انت ما قلتلوش ولا ايه؟ قول له انت. اقول له انا. انت هتلقفون البعض بقى. كل ما تملك ملكي انا. الله. مش ملكها هي، ده لا ملكي انا، وده كان شرطي الوحيد عشان اتجوزها. ده انت خططت يا ابو عادل زي ما انا عملت بالظبط فيك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وتوكيل بقى وكده. كل الموضوع ده يا حاجه. علي يعني ما كنتش حكيت لي عنه. بص يا علي، انت نسيت ان المساواه في الظلم عدل، وانا عدلت بشرع ربنا، زي ما ظلمتني زي ما ظلمتك بالمثل. بس انا مش هسيبك، انا مش هسيبك، انا كلامي مش معاك. انا اعرفك ازاي تخون الراجل اللي باع الدنيا كلها وسافر عشانك؟ ده انا نصبت على مراته، فاكره؟ هو ده بقى اللي كانت مراته لما خدت الشقه عشان اتجوزك ونعيش انا وانتي بعد حب سنتين. تطلعي واطيه كده، تطلعي زباله كده. حاسب واعرف انك بتكلم مرات عادل ابو جبل. انا رايك ما كلها زباله ببعضيها. اتفضل. مش هسيبك يا شمس، والله ما هسيبك. يلا. اسمعي يا حبيبه قلبي، صحيح اللي كان بينا طار قلت لي انا حبيت اخدك عشان انتقم منه واكسر لما يجي يبقى تحت رجليا، لكن لما اتجوزتك وعاشرتك لقيتك انسانه وبنت ناس وبتحبيني وتخافي عليا، وانت في عيوني انت وابنك عمري كله، وعمري ما هفرط فيكي، وانا سايب لك كل اختيار عشان بحبك. ان حبيتي ترجعي لعلي انا مستعد ارمي عليك اليمين الطاوله. لا انا عايزه اعيش معاك، هطلع معاك حتى. العفو، انت طول عمرك تاج راسك وعلى دماغي وحافظ عليك بعض. يلا.